المشاهدون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإرتين، سهلها كالعادة بهام وأبرز العناوين. دعوة لتعزيز مشاركة المجتمع في المرافق الخدمية بمديرية سلعم. فرع وزارة التعليم بالإقليم الأوسط ينظم عرضا حول تعليم وتعلم مادة الرياضيات. جمعية معاقي الحرب تتلقى دعما ماليا. الصين ترد بفرض رسوم إضافية على أمريكا، وترامب يهدد. أوروبا وآسيا الوسطى تعززان الشراكة في ظل تحولات جيوسياسية. والصين تعتقل 3 فلبينيين بتهمة التجسس وسط توتر العلاقات. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. قدمت دعوة من أجل تعزيز دور المجتمع لزيادة فوائد مؤسسات الخدمات الاجتماعية في مديرية سلعم. وأوضح مدير المديرية السيد وائل محمد علي أنه منذ عام 1997 وصلت خدمات التعليم إلى 9 إدارات ضاحية، وتم إنشاء 3 مرافق صحية بما في ذلك مركز صحي واحد، وحققت إمدادات مياه الشرب النظيفة تقدما جيدا في 4 إدارات ضاحية، داعيا إلى دفع المساهمة الفاعلة للمجتمع إلى الأمام لضمان توفير والاستفادة من الخدمات المتبقية. مسؤول وحدة الخدمات الاجتماعية السيد فرج كرار قال أن الجهود المبذولة مكنت المواطنين من تلقي الخدمات الاجتماعية الأساسية بالقرب منهم، بالإضافة إلى مساعي توسيع إمدادات مياه الشرب النظيفة في القرى تسير بشكل جيد، مشيدا بدعم ومساهمة المجتمع. يذكر أنه ما زال يتبقى الكثير من هذا الصدد. وذكر مدراء إدارات الضواحي حرم وركب وقرسي والطاهرة وهمبكتا أن أعمال تنسيق وتوسيع الخدمات الاجتماعية في مناطقهم تحقق نتائج جديرة بالثناء في تحسين سبل عيش السكان، مناشدين الجهات المعنية للمساهمة في البرامج المخطط تنفيذها. وأضاف السيد وائل محمد علي أن حل مشكلة مياه الشرب ونقص المرافق الصحية بحنبكتة وطهرة من الأولويات، وأنه يتم التنسيق مع قسم المياه لبدء مشروع توفير المياه لإدارات ضواحي بادن، لقيتي ومرببيت وشرقيت التي تتطلب مساهمة المجتمع. أقيم اليوم 5 أبريل في أرض المعارض الإكسبو عرضا على مستوى الإقليم الأوسط حول عملية تعليم وتعلم مادة الرياضيات بعنوان تنمية الرغبة الإرثية في مادة الرياضيات. وافتتح المعرض رئيس هيئة الأركان العامة بوزارة الدفاع الفريق فيليبوس ولد يوحنس. وأوضح مسؤول فرع الإقليم الأوسط لوزارة التعليم الأستاذ بلايح تجابر أنه تم تنظيم الفعالية لعرض التحديث والتدريب الذي تم تنظيمه سابقا لمعالجة نقاط الضعف في عملية تعليم مادة الرياضيات. وأضاف أن الفرع نظم ندوة عام 2024 وأجرى تدريبات لنحو 800 معلم ومشرف لتقييم الوضع واتخاذ الإجراءات لتحسينه، مضيفا أن النتائج مشجعة. وقال ممثل وزارة التعليم السيد بيطرس هيل مريم بدوره إن الجهود تبذل على المستوى الوطني لمعالجة نقاط الضعف في مادة الرياضيات، وأن العمل متواصل لتحسين تقديم مادة الرياضيات على الطلاب. وفي الختام تم توزيع الميداليات والشهادات التقديرية على 21 معلما مخضرما قضوا أكثر من 40 عاما في تدريس مادة الرياضيات. كما أقامت مدرستا سمأتات وأسمر حفشاوي الثانويتين العامتين فعاليات يوم الرياضيات وفي وقت سابق، إلى جانب فعاليات يوم العلوم الاجتماعية في مدرسة إبراهيم سلطان. وستقيم بقية المدارس فعاليات مماثلة خلال الأيام المقبلة. تلقت جمعية معاقي الحرب دعما ماليا مقدما من المواطنين المقيمين بالداخل والمهجر، مبلغ يتعدى 800,000 نوفا.
وأفاد رئيس الجمعية السيد في الساحية اسفل ميكائيل أن 617,619 نعفة منها قدمها فرع الجمعية بالدنمارك وأعضاء فرع اتحاد المرأة بأوفنبرج الألمانية ومجموعات صناعات وعوت نحفاش. بالإضافة إلى ذلك تبرع أعضاء مجموعة بالتوك التابعة للجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في الدنمارك بمبلغ 170,452 نعفة للمقاتلات ذوي الإعاقة المستعصية من أعضاء جمعية طبيعية المقاتلات في مجمع دندن السكني بأسمرة، ومبلغ 23,000 نعفة من قبل جمعية طلبة الكامبوني قدمت لجمعية معاقي الحرب الوطنية. وأكد المواطنون الذين سلموا التبرعات لوكالة الأنباء الإريترية أن الدعم المالي والعيني الذي يقدمه المواطنون في الداخل والخارج هو تعبير عن ارتباطهم بوطنهم واحترامهم للتضحيات التي قام بها المحاربين الشجعان. أفاد الكادر الصحي في مدينة سرجعة بأن الخدمات الصحية في توسع وتطور. وأوضح مسؤول الكادر الصحي في المديرية السيد تسفهيوت أبراهام وجود 8 مؤسسات صحية في المديرية تقدم 7 منها خدمات التوليد، مشيرا إلى أن الولادة في المؤسسات الصحية بلغت نسبة حوالي 78%، وأشاد بالمشاركة الشعبية في البرامج الصحية، موضحا في الوقت ذاته انخفاض الأمراض المعدية نتيجة الوعي الصحي وإصحاح البيئة، داعيا المواطنين لتوخي الحذر في الغذاء من مرض بروسيلا الذي ينتقل من الحيوان إلى الإنسان والذي قد ظهر أو يظهر في بعض الأحيان. من جانبه أوضح مدير إدارة مديرية سرجعة السيد كفلة مريم قبر مسكال أن الاستفادة من المؤسسات الصحية حققت ارتفاعا، داعيا لإيجاد الحل لنواقص المركز الصحي تماشيا مع ارتفاع المستخدمين. تبعد مديرية سرجعة مسافة 22 كيلومترا من أسمرة وتضم 28 قرية في 17 إدارة ضاحية. نظم في منطقة توكومبيا في مدينة عال القاش أسبوع الطلاب الرياضي الثقافي بمشاركة 1200 طالب و116 معلم من 52 مدرسة. تضمن الأسبوع سباق الدراجات والأنشطة الرياضية الأخرى وفعاليات ثقافية وتعليمية. وقال مسؤول التعليم في المديرية الأستاذ قال أبرهي في ختام المناسبة إن الأسبوع الرياضي الثقافي الذي هو جزء من العملية التعليمية مناسبة لتعرف الطلاب على هواياتهم وقدراتهم الثقافية والرياضية وتبادل التجارب. وذكر مسؤول الثقافة والرياضة والصحة الأستاذ حبوس أوباي أهمية الأسبوع الطلابي وشكر المساهمين لإنجاحه. قام مكتب العمل والرعاية الاجتماعية في إقليم جنوب البحر الأحمر بتأهيل 10 امرأة محتاجة في مدينة عصب في التجارة المصغرة بمبلغ 10,000 نعفة لكل منهن. وأوضح مسؤول المكتب السيد مريم برهي أن الهدف هو تحسين القدرات الاقتصادية للمرأة وأن البرنامج سينفذ في المديريات الأخرى. سادتي سيداتي، فاصل قصير ومن ثم نعود نوافيكم بالأنباء على الصعيد العالمي، فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم على الصعيد العالمي. أعلنت الحكومة الصينية أنها ستفرض بدءا من 10 أبريل الجاري رسوما جمركية بنسبة 34% على كل الواردات من المنتجات الأمريكية، ردا على إجراء مماثل اتخذه أمس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في حين حذر ترامب من اتخاذ إجراءات مضادة لقرار بكين. كما فرضت وزارة التجارة الصينية قيودا على تصدير 7 عناصر أرضية نادرة بما فيها الغادولينيوم والإرتريوم المستخدم في صناعة المنتجات الإلكترونية. وأدرجت بكين أيضا 11 شركة أمريكية في القائمة السوداء، مما جعل من المستحيل فعليا على الشركات المعنية الاستمرار في التجارة في الصين أو مع الشركات الصينية. وأعلنت الصين أيضا أنها ستتقدم بشكوى ضد الولايات المتحدة لدى منظمة التجارة العالمية.
وأشعل الرئيس الأمريكي ترامب بمواجهة تجارية عالمية لها تداعيات كارثية محتملة هذا الأسبوع بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على الواردات من مختلف دول العالم، ورسوما إضافية عالية على الشركاء التجاريين الرئيسيين من بينهم الصين. اجتمع قادة من الاتحاد الأوروبي ودول آسيا الوسطى في مدينة سمرقند الأوزبكية في قمة غير مسبوقة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الجانبين وسط متغيرات جيوسياسية كبرى تدفع المنطقة نحو مزيد من التقارب مع أوروبا. وتأتي القمة في وقت تسعى فيه دول آسيا الوسطى إلى ترسيخ شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي بعد سنوات من الإصلاحات والدعم الأوروبي، بينما يبحث التكتل الأوروبي عن شركاء موثوقين في ظل مشهد عالمي متغير. ووصف الرئيس الأوزبكي شوكت ميردزييف القمة بأنها فرصة تاريخية لتعزيز الاستقرار الإقليمي وفتح آفاق جديدة للتعاون، مؤكدا على أهمية بناء شراكات قوية في هذه المرحلة الحاسمة. اعتقلت الصين 3 فلبينيين قالت إنها تشتبه في قيامهم بأجندة التجسس في خطوة قد تزيد من توتر العلاقات بين بكين ومانيلا حسب ما أفادت به بلومبرغ. وجاء في بيان لوزارة أمن الدولة أوردته وكالة شينخوا الرسمية للأنباء أنها اكتشفت مؤخرا قضية تجسس تتعلق بتجنيد مانيلا 3 من مواطنيها منذ العام 2021 للقيام بمهام استخباراتية سرية في الصين، مضيفة أن القضية قيد التحقيق. ونشرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية اعترافات مصورة للأفراد 3 الذين أعربوا عن ندمهم على هذه الخطوة. وكانت وسائل إعلام فلبينية أفادت الشهر الماضي باحتجاز 3 فلبينيين في مقاطعة هاينان الصينية، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت الحالتان مرتبطتان بذات القضية. الخبر الأخير في هذه النشرة: استقبل سريلانكا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بحفاوة رسمية ليكون أول زعيم أجنبي يزور البلاد منذ تولي الرئيس اليساري أنورا كومارا ديساناياكي الحكم العام الماضي، في ظل السعي كولومبو لتحقيق توازن دقيق بين جارتها الكبرى الهند وأكبر دائنها الصين. ورحب ديساناياكي بمودي بإطلاق 19 طلقة ترحيبية، ومن المتوقع أن يوقع الجانبان اتفاقيات في مجالات الطاقة والدفاع والصحة، بينما يشكل إطلاق مشروع طاقة شمسية بقدرة 120 ميجاوات أبرز محاور الزيارة. المشروع الذي كان متعثرا لسنوات في منطقة ترينكومالي شمال شرق البلاد أعيد تنشيطه بدعم من نيودلهي كشراكة هندية سريلانكية. وتأتي زيارة مودي في وقت تواجه فيه كولومبو ضغوطا متزايدة من نيودلهي التي تشعر بالقلق من تعاظم النفوذ الصيني في الجزيرة الواقعة ضمن دائرة نفوذها الجغرافي. وفي يناير كانون الثاني وقع سريلانكا اتفاقية مع شركة صينية مملوكة للدولة لاستثمار 3.7 مليار دولار في مصفاة النفط بجنوب البلاد، فيما يعتبر أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخها. نختم هذه النشرة بالتذكير بأهم وأبرز العناوين. دعوة لتعزيز مشاركة المجتمع في المرافق الخدمية بمديرية سلعة. فرع وزارة التعليم بالإقليم الأوسط ينظم عرضا حول تعليم وتعلم مادة الرياضيات. جمعية معاقل الحرب تتلقى دعما ماليا. الصين ترد بفرض رسوم إضافية على أمريكا وترامب يهدد.
أوروبا وآسيا الوسطى تعززان الشراكة في ظل تحولات جيوسياسية. والصين تعتقل 3 فلبينيين بتهمة التجسس وسط توتر العلاقات. بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات الفريق العامل، دمتم في أمان الله.